السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. وصفتنا لنهار اليوم الرز بالدجاج في الكوشة. هذه الوصفة بزاف بنينة، والرز ما راحش يجيكم معجن، يجي مفلفل، ونتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا في طاجين ولا مقلة كنت حطيتها على النار تسخن، ضفت لها شوية زيت ومرفة كبيرة زبدة. تقدري ديري السمن راح يجي بزاف بنين. انا درت هنا زبدة ذوبتها كامل، ونجي نضيف عليها الكيلة تاع الرز اللي عندي. انا هنا درت هذا البول، وانتي يا الكيل اللي عندك ولا اللي يساعدك ويساعد عند افراد العائلة تاعك ديريه. نقلي كامل هذاك الرز، ونجي نضيف عليه مغرف صغيرة راس الحانوت، ومغرف صغيرة كركم، ومغرف صغيرة ثوم بودرة. نكمل نقليهم مليح، ونجي نضيف عليها الملح. نكمل نقلي الرز تاعي كامل حتى نسمع الحبات يطرطقوا شوية. هنا بعد ما تقلالي ولاو هاد الحبات شويه بويضين كيما راكم تشوفون، نعرف بلي الروز تاعي تقلى مليح. نجي نمرق بالماء سخون. هنا درت 2 كيلات ونص، نفس الكيلة اللي عبرت بها الرز. نغطي على الرز تاعي ونخليه حتى يبدا يغلي. هنا راه بدا يغلي الرز تاعي. هنا نقص له النار كامل ونخليه على نار قليله. نجوزو مباشره الدجاج اللي راح نديرو مع الرز. هنا عندي كميه من الدجاج، راح نضيف عليها هذه التتبيله. فيها فلفل عكري وكركم وتوابل الدجاج ومغرف صغيرة موطرد وشوية ملح. هنا ضفت عليها شوية زيت باش تمشينا هذيك لاماريناد، ونحصر عليها نصف حبة ليمون، ونجي نضيف لها شوية زعترة. هذه الزعترة راح تعطي للدجاج بنة بزاف شابة. جربوها. هنا بعد ما تبلت كامل الدجاج تاعي، نجيب هنا ورق للطهي كنت كرفسته بيه يساعدني نحط فيه الدجاج تاعي. نحط كمية الدجاج اللي عندي، ونجي نحبط عليه كامل هذيك التتبيله. ونجي هنا ضفت عليه، قطعت حبه بصل شرائح صغار وحبه طماطيش شرائح صغار. هنا البصل والطماطيش حسب عدد افراد العائله تاعك، تقدري ديري اكثر. نغلق على الدجاج، ونجيب ورق الومنيوم نزيد نغلق عليه. بعد ما نغلق عليه كامل، نجي نحطه في كسكاس ونخليه يفور لمدة 45 دقيقة. هنا تقدري ديريه في الفرن. هنا هاوليك الروز تاعي، لقيته شرب هذاك الماء تاعو كامل كما راكم تشوفوا. يجي مفلفل الله الله، وما راحش يجيكم معجن. هنا نطفي عليه ونخليه يشرب الماء. بعد مرور 40 دقيقة نجي نحي الدجاج تاعي، نلقاه طاب. راني حليت عليه كما راكم تشوفوا، واحدة الريحة راهي تطلع الله الله. نجي هنا في بلا يدخل للفرن، نحط الروز تاعي كامل، ونجي نصفي الدجاج من هذاك المرق ونحطه عليه. هذه هي كمية المرق اللي عطاهاني هذاك الدجاج. وانتي اذا درتي الدجاج اكثر ولا والبصل والطماطيش اكثر اكيد راح تجيك بزاف. نخلط كامل هذاك الرز مع هذاك المرق، يتشرب هذاك الرز المرق بعد ما ندخله للفرن، ويجي بزاف بنين وما راحش يجيكم ناشف. نسوي الوجه تاعو مليح، ونجي نحط عليه الدجاج. نجي نحط شويه زبده على هذاك الدجاج،
باش كي ندخلو للفرن يتحمر ليه مليح ويعطيني وجه شباب كما راكم تشوفوا. وندخلو للفرن يتحمر قيس ما يتحمر الدجاج برك ونخرجو. هنا هاوليك خرجت الروز تاعي من الفرن، تحمر لي هذاك الدجاج ومام هذاك الروز شرب لي هذيك لاصوص وجا بزاف بنين. نجي نحط معكم شويه باش تشوفوا هذاك الروز كيفاش جانا مفلفل الله الله وما جاناش ناشف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، واذا عجبتكم جربتوها ما عليكم غير ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.